لو انت ما شفتش الجزء اللي فات من رحلة لوفي الأسطورية يبقى خش شوفها الأول. في الجزء اللي فات شفنا هروب لوفي من جزيرة الإيج هيد مع العمالقة، وكمان تيتشي قدر يقبض على جارب وبودينج، وجيكو موريو هرب منهم، وبنشوف ان طاقم قبعة القش اتفرقوا عن بعض واختفوا من السفينة. يا ترى اللي هيحصل؟ ولا يا ترى هيقدر الطاقم يتجمع تاني أم لا؟ عشان ما اطولش عليكم أكتر ما ينسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بنشوف نامي صحيت في مكان غريب وبتكون لابسة لبس غريب، ولكن هي غيرت لبسها امتى؟ وصلت هنا ازاي؟ وكمان المكان كبير جدا، بتحاول تفكر ازاي وصلت هنا، ولكن هي بتسمع صوت وتفضل تشوف المكان، لكن بتسمع الصوت تاني بيجي حد من وراها وبتخاف. وبنعرف انهم في جزيرة الباف، وبيشوفوا محاربين ان جيش النحل بدأ يموت. وكان من شوية سمعوا صوت كأن حد بيطلق صرخة كبيرة وبيقولوا لازم نبلغ اله الشمس. وبنعرف ان نامي في قلعة من المكعبات، وبنشوف نامي جابت زيوس وبدأ يقتل في النحل، وبيرجع تاني بيقول لها احنا فين؟ وبتقول انا عاوز اعرف، ده ممكن يكون حلم، بس ده حلم غريب، وكمان انا مش عارفه ايه اللي حصل. بيقول لها زيوس ان هو هيروح ينام، وبيرجع تاني بتقول له يا خاين هتسيبني لوحدي، وتفضل تعيط وتطلب النجدة. بتسمع صوت قصب وبتفرح، ولكن في حد بيراقبها، وتروح ناحية الصوت ولكن تقع، وبتكون حتى الارض من المكعبات، وبيقرب حد منها وبيكون قنفذ عملاق، وتفضل تبص عليه ومصدومه وتصرخ من حجمه الكبير، وبيخاف منها وبيغضب وبيجري وراها، ويفضل نامي تجري لكن بتشوفه بطيء، ده باين كده عشان رجله قصيره، ويتضايق اكتر وبيجري وراها اسرع من الاول، ويفضل تنده على قصب وتسمع صوته وبتشوفه. من الصدمه بنشوف قصب ولكن بيكون في قط بياكله، وقلت له هو انت كده يعني بتنده عليا عشان اساعدك؟ وكمان القط ده كبير ليه؟ وبتلاقي القنفذ قرب منها وتحاول تصحي زيوس، بيقول لها جه ميعاد الاكل يا عم هاكلك بس ساعدني، وبيهجم عليها وبيقرر زيوس يساعدها، وبيدخل في بق القنفذ ولكن بيقفل بقه عليه، ويفضل يزق في نامي وبيرفعها، وبتشكل زيوس رعد وبيضرب القنفذ بقوه، ويفضل يجري حوالين نفسه وبيقع تحت هو ونامي، ولكن تقع على القط وتنزل، ولكن القنفذ بيقع على القط وبيتكهرب معاه، لكن بيكون لسه في وعيه، ويفضل يجري وراهم وبيحاول يقتلهم او ياكلهم على الاقل. وطبعا بنشوف قصب صحي وكان بيتجول في الارجاء، وبيقابل القط العملاق وبتقول له نامي المشروب اللي احنا شربناه دوت بسبب الهلوسه، لكن بيوصلوا لنهايه الطريق وبيكون القط لسه بيجري وراهم، وبيقول لها مش انت بتقولي هلوسه؟ يبقى انا في حلم، والقط ده مش هيقدر ياذيني، انت جبت الثقه دي منين يالا؟ وبيقرب منه اكتر وبيهجم عليه وبيضربه. حلم برضه مش صح، ولكن ده بيدمر القلعه وبيقعوا كلهم. وبيصحى نامي وبتلاقي قصب بيتحول لبروك، لكن بيكون قصب اغمى عليه، وبتقول له ما تسيبنيش لوحدي يا غبي، وبيكون القط جاي عليهم ولكن بيكون كبر جدا، والصدمه تحول لاسد، ولكن ازاي تحول لكده؟ وبيصحى قصب وبيصرخ وبيستعملوا نامي كدرع وبيقرب منهم، لكن بيجي لوفي باقصى سرعه ناحيه الاسد وبيستعمل الجري التالت، وبيجي سانجي هو كمان وبيستعد بناره الزرقاء، وبيجي عمك زورو وبيستعد كمان وبيهجم عليه وبيطيره في السماء، وبيهجم لوفي على الاسد وبيهجم سانجي عليه برضه وبيلزقه في الارض، وبيرجع لطبيعته تاني، وبيكون قصب حالف ينتقم من نامي بسبب اللي عملته فيه. وبيسمعوا صوت حد بيصرخ جامد ويكون جاي من عند الشجره، بيقول لهم قصب جيتوا ازاي؟ ونفس الحوار اللي حصل معاهم، صحوا لابسين لبس غريب موجودين في ارض غريبه، لكن القلعه بتقع بيهم تاني، وبيقول لهم قصب انا هقول لكم احنا فين، احنا في جزيره الباف، نظرا للحيوانات العملاقه الموجوده ديت واللبسان الغريب دوت، احنا لازم نعرف احنا فين بالظبط، احنا نروح نسال الناس اللي هنا. بيكون سانجي فرحان بطريقه عجيبه وبيمشوا هنا البلده وتخلص الحلقه على كده. يا ترى اللي هيحصل؟ ولا يقدروا يجتمعوا مع الطاقم تاني ولا لا؟ وده هنعرفه في الحلقه القادمه، انتظرونا في الاسبوع المقبل. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو.